كلامي فيه استثناء. هل فينا كاين اللي راه ينوض الصباح مثلا يقول لك انا اليوم عندي نقرا زوج احزاب، انا اليوم عندي نزور مريض، انا اليوم عندي نعيط لواحد من صله الرحم تاعي، انا اليوم عندي واحد راني عندي خصومه بيني وبينه نحاول بها نصلح، انا اليوم عندي ورد من الذكر من الصلاه على رسول الله. عندنا هذا الامور في حياتنا ولا ما عندناش؟ الدنيا راهي دايتنا يا جماعه. الدنيا شوفوا الدنيا هذه مهما عاش فيها الانسان، عاش مليح وعاش سعيد وكلام مليح ولبس مليح وعاش 90 سنه و80 سنه و100 سنه، النهايه اش هي؟ ستغادر يوما ما. احنا الدنيا راهي مسيطره علينا. انت علاش مثلا عندك شحال والله ما فتحت الكتاب والله ما قريت القران، عندك شحال والله ما صليت صلاه الجماعه، عندك مرات ومرات وانت تغرمي في الصلاه حتى يفوت الوقت بها تصلي، عندك مرات ومرات والله ما جلست جلسه مع ربي 10 دقائق وذكرت فيها ربي، مرات لا اله الا محمد رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال وكيف انعم، قالوا منا كيفاش نكون سعيد وكيفاش ما نبكيش، وصاحب القرن قد التقم القرن، يقصد اسرافيل، مسك هذاك البوق تاعو ثنى ركبتيه وحنى جبهته وهو ينتظر الامر من الله. على بالكم اسرافيل راه مجد البوق تاعو وراه خايف لا يرمش ولا كاش ما يدير حركه والامر تاع ربي يكون جو ما سمعوش، راه مجد روحه. فاذا نفخ في الصور فاذا هم جميع لدينا محضرون، انتهى كل شيء. ينادي اسرافيل ويقول ايتها العظام النخره ايتها اللحوم المتناثره قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. خلاص خلونا من الزعقه راحت، لعبنا وزعقنا وشو زعقنا وشبعنا وذنبنا وعصينا وذنا. الآن جاء وقت، إنه يوم الفصل ليس بالهزل. ماذا فعلنا لهذا اليوم؟ قاعدين نتكلموا رانا في تقريبا يعني شهرين ولا على ما أظن نتكلموا في المباريات، كثرنا خسرنا ما درنا نبدلوا درنا تشوف فريق شكون اللي يقبض المنتخب العام الجاي، نتكلم في أمور دنيا فقط. أين الآخرة؟ أين الجنة؟ الجنة التي فيها اللقاء الأبدي، تلقى مع عائلتك وأسرتك. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا تصيروا شبابا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت. نضيعوا الجنة على هذه الدنيا الزائلة. على بالكم الإنسان يعيش في هذه الحياة، من مات فقد قامت قيامته. اللحظة اللي تموت فيها صار انتهت حياتك، 80 20 60 مش عارف 1000 سنة، مش عارف كي تموت كملت حياتك. تبدأ الحياة الحقيقية التي يقول فيها الميت يا ليتني قدمت لحياتي. الميت على بالكم يتمنى يقولوا يا ربي أرجعني إلى الدنيا، يقولوا لا، يقولوا بها نتصدق صدقة مليحة. الآخر يقول يا ربي رجعني بها نقول سبحان الله، رجعني بها نقرأ القرآن اللي هجرته، رجعني بها نصالح خويا اللي مت معاديه، رجعني بها نطلب السماح من جارتي اللي كنت ظالمها، رجعني نرد حق اخواتاتي اللي كليتو، رجعني نقول للناس يسمحوا لي اللي تكلمت في اعراضهم وبغيت نشوه لهم سمعتهم وهدرت فيهم وما نعرفهمش. يصور الله هذا المشهد فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. مش عمي كان مسؤول، جدي كان رجل صالح، بابا كان عالم، أنا كنت من الأسرة الفلانية. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. لا إله إلا محمد رسول الله. يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. رسول الله يقول لبنته يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ماذا فعلنا يا إخواني الكرام؟ مانيش نيأس فيكم ولا نقول لك متى في ذي الحياة ما تفرحش، لا كل مليح والبس مليح ودير نزهة مع أصحابك وخرج معليش، كل من حرم زينة الله، لكن الآخرة ما ننسوهاش. حاول بدءا من هذه الساعة اللي راك فيها. على بالكم باللي شوف أعظم فرصة راهي عندك شنو هي؟ اسمعني مليح، أعظم فرصة والله لا توجد فرصة مثلها أنك لازلت على قيد الحياة، راك حي. عمر اليوم تاعك ما تخليش يروح. يا إخواني الكرام بالله عليكم والله إني لكم ناصح أمين، وهذا كلام والله لا نقصد به روحي بسبب أنني نهضر أني سدها وقادها، لا والله عندنا ذنوب وعندنا أخطاء وعندنا معاصي وغادي نقول هذا الكلام اللي نقول لكم فيه ندير نبدأ، حتى إذا كنت ندير نزيد ولا مانيش ندير نبدأ. عمر وقتك، صلاتك، ذكر،
ما تهدرش القرآن، ما تهدرش القرآن، ما تتكلمش في أعراض الناس، ما تختبش. آيات ربنا هجرناها، الصلاة تركناها وضيعناها، الربا أكلناها، الرشوة أعطيناها وأخذناها، الخمور قد شربناها، الغيبة والنميمة قد صحبناها، الزينة قد ارتكبناها، قطيعة الرحم والشحناء والبغضاء قد عشقناها. ما الذي حدث يا أخواني الكرام؟ أنا شوف خلاصة هذا الكلام، تعرفوا باش ما نطولش عليكم ونظن أني طولت. ما تغفلش، استيقظ، ما تخليش تتكمل الفيديو قال الشيخ والله الشيخ شحال يعجبني ويهدر مليح، حي ومن بعد مين عجبتك وهدرت مليح، ومن بعد بالله عليك راك تطبق شويه بعد الفيديو، اقرا صفحه من القران، قول يا ربي نبدا، اقرا صفحه من القران، اذكر ربي، صلي صلاتك، دير خصلة خير، اصلح بين اثنين، طهر قلبك، ادعي ربي. لازم اليوم اللي فوت عليك من تجي تركض في الليل قبل ان تضع راسك على الوساده. قال انا اليوم خممت في تجارتي وفي خدمتي، خممت في البالو، وخممت في روح للبحر، وخممت 6 7 اي نروحوا للاخره، خممت اني نصلي، خممت اني نذكر ربي، خممت اني نقرا قران، خممت اني ربي يرزقني حسن الخاتمه، خممت اني نتصل بوالدي لاني فارق عليهم، خممت اني صله فعل هذا الشيء. نفسك غداره تغدرك، اماره بالسوء. انتبه يا اخواني الكرام، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا. كان سيدنا علي يقول الحسن، يقول يا ولدي اذكر الموت وادرسه جيدا. تنساش، اذكر الموت. احنا الشيخ وقتاش يموت؟ أنا على بالكم أنا وقتاش نموت؟ على بالكم ولا ما على بالكمش؟ السهم قد أطلق، السهم الذي يصيبني قد أطلقه الله من زمن. قاتل يومين بعد ما نكمل الفيديو، قاتلوا 40 سنة، قاتلوا دقائق، قاتلوا أكثر أقل، الله أعلم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. كيف النهار تاعك بسلام مثلا صليت فيه، ما خدمت فيه، ذكرت فيه، قريت فيه شوية قرآن، درت فيه خصلة خير، كي تموت في هذاك اليوم تموت إن شاء الله سعيد، وربي يرزقنا وإياكم حسن الختام. يا ربي طهر قلوبنا، زكي نفوسنا، اغفر ذنوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، واختم يا ربي بالباقيات الصالحات أعمالا. بالله عليكم لا تنسوني من صالح دعائكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.